بس يا ريت وانت بتعملي المكرونه الفرن دي تخلي البشاميل يبقى جامد، ما يبقاش صايص كده. ها عادل لو سمحت ما تتدخلش في اسلوبي لعمل المكرونه البشاميل كبشاميل يعني. لا انا ايه ده؟ ايه ده؟ انت قلبتيني النهارده وانا نايم ولا ايه؟ على فكره بقى اسلوب الخنصره والضرب ده مش من اساليبي المفضله في تنفيذ جيوبك. بقول لك ايه، ما تلوعينيش. انا كان في جيبي شويه الفلوس دول وكان معايا 10 جنيه وخمسة وخمسة. على فكره بقى الكلام ده خطير جدا ويحمل في طياتي اتهام غير مباشر. لا انت فاهمه غلط، ده اتهام مباشر يا ماما مش اتهام غير مباشر. 5 جنيه لعلمك اللي ضاعت مني انا حافظ ارقامها. يعني ايه؟ يعني ممكن اطلبها دلوقتي ترن في جيبك. مش فاهماني، هي 5 جنيه معدنيه ولا ايه؟ عادي جدا، مش عملوا بجنيه معدن اهو اتفضلي. ده جنيه ده جنيه يا عيني يا جنيه، ممكن يعملوا 5 جنيه عادي جدا. طب مثلا ما يمكن تكون صرفتها وانت ناسي، او يمكن تكون صرفتها في الخير ومش عايز تقول عشان ثوابك ما يروحش. يا سلام، يعني اعمل خير عشان ثواب واضيع الخير ده عشان اتهم حد بالسرقه؟ ما هو كده الثواب هيضيع يا ماما. يا حبيبي المثل الفارسي بيقول ان سرقت تسرق جمل وان هشئت تعشق قمر. ما تثبتنيش، انا عارف ان انا قمر عادي يعني، بس قمر من النوع اللي ما بيتسرقش. على فكرة بقى الواضح ان فقدانك ال5 جنيه ده افقدك توازنك وخلاك تنسى الفرق ما بين صديقك وعدوك، زوجتك وبقية افراد اسرتك. قصدك ايه؟ لما انا بعوز حاجة مش انت بتجيبها لي؟ اذا ما هو الدافع للسرقة؟ صراحة يعني مفيش دافع. خلاص شوف بقى مين اللي عنده الدوافع. انا عارف انت بتلمحي لمين، بس ما اقدرش اوجههم يعني عشان ممكن اتاذي. عادل يا حبيبي، اذا اردت الحقيقة فلتتحمل نيران الحريقة. لا ما دام هتوصل لنيران وحقيقة وكده، لا 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 بلاش خالص. انا متهيألي يعني ال5 جنيه مش مبلغ ضخم الواحد يزعل عليه. الله، دي تاني 5 جنيه تنقص النهارده. وبعدين بقى الفلوس دي بتروح فين؟ دولة هات جنيه افطر بيه كشري يا دولة بسرعة. يا لما انت فطرت مرتين قبل كده هتفطر كشري 3 مرات؟ ايوه يا دولة انا جعان يا دولة، هات جنيه بقى بسرعة يا دولة. وبعدين كشري ايه اللي بجنيه؟ مش علبة الكشري بجنيه ونص؟ هي دولة لا، ما انا بديله العلبة البلاستيك من عندي وكشري عليه بسرعة. يعني بتديله الفارغ؟ لا 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 بلاش كلام فارغ، انا مش هديك حاجة. هي دولة اخر جنيه هطلبه منك النهارده يا دولة، اخر جنيه بسرعة. ولا انت شكلك مش طبيعي النهارده ليه؟ هات جنيه يا دولة وابقى طبيعي بسرعة. طيب انا هجيب اكل لنفسي يا رمزي، ممكن تاكل معايا؟ لا انا مش عايز جنيه يا دولة، عايزها بسرعة. الله، انت هتضربني برقبة التمثال ولا ايه؟ خد ادي الجنيه اهو. الله، الواد ده ماله؟ ايه اللي جراله؟ ايه غير له حاله؟ صعب عليا، اسهر لياليا. لا انا لازم اتاكد الواد ده بيروح فين، وكده بالتنكر ده عشان هو غبي اكيد مش هيعرفني. وانا جهاز 4 وقتك خلص، تايمز اوفر. ربع ساعة بس يا معلم مدبولي. مدبولي هارد ما يعرفش ابوه. هتطلع الفلوس هنعنشك، ما معكش فلوس هكرشك. قوم يا هجيب لك الفلوس بالليل. انا بطلت شغل الليل. قوم يلا روح يا. انا كده مش هجيلك تاني. عنك ما جيت. سلام يا بيبو، ازيكم يا رجالة؟ معلم مدبولي عايز ايه يا زفت؟ ادي الجنيه اهو يا عم، اروح العب بقى؟ حبيبي يا رمزي. بس انت شكلك خاسس كده يا معلم هارد يعني. ايوه نازل 4 جيجا في يومين. خش يا رمزي، احسن جهاز عندي نمرة 4. شكرا يا معلم. مدبولي هارد يتمنى لك جيما ممتعا والعابا مسليه. تيت. ايه اللي اخرك كده يا رمزي؟ كنا نبدا من غير. لا يا عم، ده انا عقبال ما سلكت الجنيه. يلا بقى نبتدي. ها اوعى تموتني. ها انا وانت نتحالف ضد مودي علشان هو اتحالف هو وميدو ضدنا امبارح. مودي معانا النهارده بس هو مش قايل لميدو. يا راجل طب بقى نسلف لبعض بقى ارواح وصحه وذخيره. السلام عليكم. اهلا اهلا باشا. وانتوا عندكم ايه؟ كله موجود وحسب المود. يعني انا قصدي قديم، يعني انا من وقت الاتاري. اتاري شكلك بالداري. امورنا يا باشا، كله موجود، حركات، ايميلات، منتديات، سيديهات، كله. فانيلات، شرابات، عندكم سندوتشات؟ عندنا مشروبات. حد قالهات؟ انت كده هتدخلني في متاهات. انا هقعد بنفسي على الجهازات. طبعا الكبير كبير. خش يا باشا على جهاز 6 هيوديك في اي حته. دي ايه الحلاوه دي؟ عامل لي فيها شعر الكتروني. جهاز 6 يوديك اي حته. طب ازاي وفين وامتى؟ باشا خش يا باشا على الجهاز بس برجلك اليمين. عشان ما يكونش فيه حريم قاعدين على الشات بيغيروا ولا حاجه. ايوه.
ما تضربش عليا نار يا ميدو، هضربك بالمسدس الليزر. انت اللي بدأت الاول يا رمزي. انا بنزف، حد يحدف لي الاسعافات الاولانيه. سيبوه ما حدش يحدف له اسعافات، خليه يموت. انا بموت، ارحمني يا ميدو. طب هديك كل ثروتي بس سيبني اعيش. ثروتك يا معفن، انت حته غير شبشب بصباع. لا سيبني اعيش. لا سيبني اعيش. مش هسيبك. جيم اوفرت. لا انا مت بقى، انا لازم اخد بطاري من كل اللي موتوني قبل كده. معلم مدبولي، عايز ايه يا زفت؟ انا محتاج محاولة بعد اذنك لو سمحت. معاك فلوس ياض؟ لا انت خدت كل فلوسي يا عم، وبعدين انت ما كنتش بتعاملني كده خالص يا عم، كنت بتلاعبني ببلاش. كنت بجر رجلك يا عبيط. ايه جر رجلك؟ ما هي رجلي اهي معايا. ياض ما اقصدش يعني بجيب رجلك، بقول لك يا رمزي صاحب الكيف يجيب له معلقه. طب بص يا معلم، خد النضاره وخليني العب شويه. شمس دي؟ لا بس ممكن تنفع نظر. لا ما ينفع. بقول لك ايه، معكش ساعات ولاعات حمالات من بتاعتك دي، اي حاجه اي حاجه. طيب بص، انا عندي فكره حلوه قوي، انا هسرق لك ساعه الحائط اللي في بيت دوله ابن عمي، ماشي؟ ماشي. بس تسرق الحائط نفسه بدل ما تسرق الساعه اللي عليه. خليك في حالك يا كوتش والنبي، مش طايق. يا كوتش، ايه ده؟ تعال هنا يالا، تعال يا ده رمزي هنا. ايه ده انت مين انت بقى؟ بص خليك في حالك يا عم علشان انا روحي في مناخيري اهو. ما دام روحك في مناخيرك هنا اهو، اعطس عشان تطلع ونخلص اهو يا سيدي. لا ما خدتش بالي. برضو مش عارفني؟ طيب دولة حبيبي. دولة انت ايه اللي جابك هنا؟ دولة ايه اللي جابك هنا يا عم؟ هتضيع زي يا دولة وهتبيع بازارك وهطلق ياسمين بنتك، امشي من هنا. هطلق ياسمين ويتم رانيا يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. رمزي تعالى معايا يلا. انت جاي تخطف الزباين مني ولا ايه وتقطع عيشي؟ ما انت حرام عليك يعني، ما يصحش كده، مش معقوله يعني. كم من الناس المدمنين اللي عندك دول كلهم، حتى الاطفال ما سبتهمش، وبتعتمد على براءه الاطفال وعلى غباء الكبار. والله انا ما ضربتش حد على ايده. دولة هات جنيه، دولة هات جنيه. تعالى معايا يا رمزي، هلعبك في البيت عندنا جلاء. لا انا عايز العب هنا بقى، انا عايز اعوض يا دولة، انا مت 4 مرات النهارده يا عم. ما كفايه عليك 4 مرات موت، انت حبيت حكايه الموت كل شويه عايز تموت. يلا يا رمزي تعالى يا ابني، تعالى. نجلاء عندها كمبيوتر كبير وجديد ومليان حاجات، تعالى يلا. طيب ماشي. نجلاء عندها فيفا 16/3/2008. ده عيد ميلاد الفيفا يعني عندها يا سيدي، واخليك تقعد بقى تلعب لوحدك كده اهو، وتقعد تشم جزم اللعيبه كمان. بجد يا دولة؟ بجد. يلا بينا. اجي معاك يا رمزي؟ بس يا زفت. افتح يا دولة افتح، انا بموت يا دولة، اتوسب اليك انا بقى جيم واحد وهبطل. يا عادل حرام عليك بقى يا عادل، هتفضل حبسه كده يا اخي؟ اديله جيم واحد بس على الاقل. اديله جيم واحد ليه يعني؟ هيفيده بايه؟ العبه حاجه بسيطه يعني عشان يبطل الادمان بتاعه. ايه رايك مثلا العبه سوليتير؟ ايوه عشان تهديه. هو عم رمزي ماله يا بابا؟ عمو رمزي يا حبيبتي بقى مدمن، يعني هو عيان دلوقتي لان هو قعد يلعب كتير جدا على الكمبيوتر، لازم تاخدي بالك. ازاي يعني؟ طب ما انا هو بقعد على الكمبيوتر كتير قوي وما حصليش حاجه. لا يا حبيبتي، انت ما زلتي دلوقتي في مرحله التعاطي، ان شاء الله هتخش على الادمان ومش هنعرف ننقذك. يا دولة ارجوك يا دولة، انا صوابعي بتاكلني يا دولة وعينيا طلعت من راسي. يا ماما انا مش قادره اشوف المنظر ده خالص، انا كل جسمي مقشعراتي. بقى رمزي العاقل الراسي اللي لا بيشرب لا شاي ولا سجاره يحصل له كده؟ لا ده الواحد يخاف على عياله. ايه يا ماما انت محسساني ان هو كان الطالب المثالي، هو كان زفت بقى زفتين. يا جماعه وسعوا لي بقى، لحظه، ده راجل مريض نفسيا، وده موجود في علم النفس وليه كتب ومكتوب عنه حاجات وليه ادويه وليه علاج. انا بقى هعالجه والعلاج هيجي بالتدريج. علاج رمزي عندنا يا جماعه، انا هعالجه بالاعشاب. طب ما يمكن عنده احساس بالفراغ والفشل فحب يزود انتصاراته في مكان اخر. انتصارات ايه بس اللي انت بتقولي عليها؟ ولا انتصارات ولا حاجه، ده كان بيتغلب وبيتقطع من الواد الصغير قد كده اسمه ميدو. ومع ذلك يا ستي زي ما قلت لكم انا اللي هعالجه. دولة كمبيوتر على مهلك حبيبي انت دولة. يا ابني
دي لازم لها كمبيوتر نحطها فيه، ما ينفعش انت تستعملها لوحدها كده. اي حاجه يا دوله، اي حاجه، انا دماغي هتتفرتك يا دوله. خلاص انا جبت لك الجهاز اهو، ونبتدي بقى مراحل العلاج واحده واحده كده مع بعضينا. طب ماشي يا دوله، حط الفيشه بقى بسرعه. ولا ما تلحسهاش يلا يخرب بيتك، ولا يا دوله بسرعه بقى، بسرعه يا دوله بقى. اول حاجه بقى ابتدي لك العلاج ده على 3 مراحل. ازاي يا دوله يعني؟ يعني المرحله الاولانيه الجهاز كله على بعضه، يعني عندك الشاشه وعندك الكيسه وعندك الماوس والكيبورد. ماشي يا دوله، بس ستارتر مان. الستارتر ده اساسا بتاع اللمبه نيون يا غبي. ماشي. تاني مرحله بقى افهم. تاني مرحله هشيل لك الماوس يا معلم، هيبقى من غير ماوس. ماشي يا دوله، انا عايز دراعات، اصلا الماوس ده بيزفلت من ايدي يا دوله. يا دي انت بتلعب بصابونه ياض. تالت حاجه بقى يا سيدي هشيل لك الشاشه وتلعب بالكيبورد من غير شاشه. يا دوله بس انا كده بقى مش هشوفهم وهم بيموتوني وانا بنزف. ما ساعتها بقى هيكون اعراض المرض ابتدت تطلع من جسمك. يلا هتبتدي تحس انك انت عرقان وانك انت متوتر وبترتعش وكانك متلج، فهجيب لك انا بقى بطانيه واقوم مكلفتك في البطانيه دي جامد جدا، تعرق فيها بقى براحتك، واخد بالك، تصحى الصبح تبقى زي الفل ان شاء الله. ماشي يا دوله ماشي، بس بسرعه بقى يا دوله بقى، نبتدي بقى دلوقتي المرحله الاولانيه. الاولانيه؟ امال يالا بتلعبها ازاي يالا؟ حاضر يا رمزي، حاضر يا ابني. حط الفيشه بسرعه، حط قلت لك حاضر. يا رب يا رب يا رب كان مكتوب لنا في انهي سايبر يا رب. يا رب استرها من فضلك يا رب، معايا استرها. انا خايفه على انكل رمزي قوي قوي قوي. انا مش خايفه غير من فتحي عادل، هيضيع الواد. عادل في امل يا عادل؟ ها في امل؟ طمنا يا عادل. ان شاء الله خير. لو فات 24 ساعه من غير ما يحتاج يقعد على الكمبيوتر يبقى عدينا مرحله الخطر. خلاص ما يخرجش من البيت. هل كتبت له في الروشته ما يخرجش من البيت 3 مرات بعد الاكل؟ يا عادل انت متأكد ان اللي انت بتعمله دون سليم ومش علمي؟ لا 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 لا، علمي تماما، بس انا بقى هشغل معاه الادبي، هفرجه على الادب بقى يا هانم، عشان الحيوان ده ما يفكرش بعد كده يمد ايده ويسرقني ابدا. يا عادل الفلوس تتعوض، لكن رمزي اللي شايله. شايلني وهيهبدني على الارض يا ماما. هو ممكن انكل رمزي يرجع زي زمان؟ يا ريت ما يرجعش زي زمان، يا ريت. رانيا انت جاهزه؟ البلطو جاهز؟ يلا بينا يلا بينا، وانتوا خشوا ناموا، ما تقلقوش على رمزي خالص، ما تقلقوش. هاتي. لا ابعدوا عني، عايزين مني كلكم، ابعدوا عني ابعدوا عني. خايفه عادل رمزي ضربه. رمزي يا ابني، تعالى يا رمزي. لا تعالى يا رمزي، جبت لك بدلة سبايدر مان اهي معايا، تعالى. علشان انا عشاني يعني قبل غبي. تعالى يا رمزي، تعالى البس بدلة سبايدر مان، وفي سايبر كبير كل اجهزته عشانك يا رمزي. يعني انا هروح السايبر وعم دولي مش هيضربني؟ كلنا بنحبك، تعالى يا عريس، تعالى البس انت جالك الفيروس في رجلك يا رمزي، تعالى البس يا عريس وتروح السايبر وتغلب بودي وتغلب بيدو وتغلبهم كلهم يا عريس. ربع ايدك عشان تبقى مؤدب. تعالى يا رمزي. لا عم دولي يا غبي مدبولي، امشي تعالى. بس كده تمام. عم دولي ناب يا رمزي، ناب يا ابني. رانيا حضري لي بقى انت الفطار على ما اروح اطمن على رمزي. بس انا خايفه منه قوي يا عادل. ما تخافيش يا حبيبتي، انا ربطت رابطه بتاعت فريد شوقي لما كان بيقول يا عدوي، ده بقى قال يا عدوي، ما قالش يا عدوي مش هيعرف يفك الرابطه يا ماما.
رمزي ولا ايه ده؟ الواد رجع لاصله بقى جزمه تاني. وانا اللي قلت خلاص ابتدينا نعالجوها، ابتدى يخف وهيرجع تاني زي ما كان غبي. بس ايه اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ ده رمزي هرب، رمزي هرب يا عادل. بس هجيبه يعني هجيبه. يا نهار ابيض، ده يكون عامل حاجه في ياسمين ايه ياسمين؟ او سناء. لا سناء مش اشكال، مش اشكال. يا مامي يا ياسمين يا نجلاء يا كلكم. ايه بقى؟ رمزي هرب. يا لهول المفجعات، يا لهول المفجعات، يكون سرق الكشمجيه بتاعتي اللي فيها الصيغه النادراتي بتاعت قناني. ايه مفجعاتي وشكمجيتي يا حماتي؟ شكمجيتي ده هو حلق واحد اللي عندك وفردته ضايعه. عادل لحسن يمشي ماشي بطال. هيمشي ماشي بطال هيعمل ايه يعني يا ماما؟ هيروح يرقص في شارع الهرم؟ ده ما يعرفش يروحوا اصلا. مسكين يا رمزي، زمانه قاعد بيشحت على باب اي سايبر دلوقتي. انا بحب انكل رمزي قوي اكتر من القطر اللعبه بتاعي. الله عليك يا ياسمين، شفتوا التشبيه؟ يعني ايه بتحبوا اكتر من القطر؟ تشبيه بليغ. هتطلعي البابا شاعره. اتبط بقى اتبط، بهدلت الواد اكتر ما هو متبهدل. حرام عليك يا عادل، ده عنده ازمه الرجوع للطفوله. هو اساسا ما خرجش من الطفوله عشان يرجع لها. الواد معاش طفولته يا عادل، طلع على شغل شغل شغل، فجأة لقى عيال وجيمز وكمبيوتر. كان لازم تحصل له أزمة ويدمن الحاجة دي ويفضل قاعد جنبها على طول. فتش في الماضي يا عادل. انا لو فتشته ممكن الاقي ال5 جنيه وساعتها بقى مش هسيبه. ركز يا عادل، الماضي فتش فيه وعالجه. المهم يرجع. يا ترى هو فين؟ انا عارف ممكن الاقيه فين. هو مدبولي هارد ومش هسيبك يا مدبولي. بو انت بتغرق. فكيت الحبل ازاي يالا؟ زي ما سبايدر مان لما فك خيوط العنكبوت من على نفسه. واخد العنكبوت قدوة ليك يا معفن يا معفن. بعد كده هلاقيك ماشي على السقف. ما تهدى يا عادل، اهدى. ماشي اديني هديت اهو. حاضر. خليك معايا. رمزي، انت بتروح السايبر عشان تلعب؟ لا، علشان اقابل ميدو ومودي وبيبو صحابي. طب انت مش ملاحظ ان هم اصغر منك بكتير؟ بس احنا تفكيرنا متقارب وهم بيحبوني وانا بحبهم قوي. تفكير يا ابو تفكير؟ بيضحكوا عليك وبياخدوا منك فلوس يا اهبل. الراجل ده وحش، الراجل ده وحش. رمزي، انت عارف ان احنا كلنا بنحبك يا رمزي. ايه كلنا دي؟ اتكلمي عن نفسك بس. فين 5 جنيه يالا؟ فين 5 جنيه؟ طب وحياة ياسمين عندك، انت مش بتحب رمزي؟ مش قوي. يعني بتحبه؟ بيعمل غلطات كتير طول الوقت. بس والله هيبقى كويس وهيبقى زي الفل وهيسمع الكلام. ها صح يا رمزي؟ صح يا ماما. ماما ده تكمو يا واطي يا مغفل. سناء عشان نفسيته يا سناء. الست دي وحشه على فكره، الست دي وحشه. انتوا وحشين. انت كويس يا عم رمزي؟ انا الحمد لله يا ياسمينة كويس الحمد لله. اصلا انا كنت قلقانه عليك قوي قوي قوي. حبيبتي يا حبيبتي، تعالي يا ياسمينة يا حبيبتي. شفت يا زفت، كلنا بنحبك ونموت فيك ازاي. يا ابني الكمبيوتر ده ليه استعمالات كتير قوي قوي غير الجيمز. ايوه، في وورد واكسل ممكن تكتب عليه من غير قلم. القلم ده بقى هو اللي هينزل على خلقتك دلوقتي. بابا خلاص يا عم رمزي انا هعلمك. ايه ده؟ انت يا صغنطوطه يا كلبوزه تعلمي رمزي؟ ايوه علم رمزي واعلم 10 زيك. ايه ده؟ الست دي وحشه على فكره. ياسمين يا حبيبتي، انكل رمزي خلاص خف وبقى كويس، ومن بكره هيلعب جيمز مره واحده بس في الاسبوع. ايه اللي مره واحده في الاسبوع وانت بتدفعي لي حاجه من جيبك اصلا؟ يا فصل يا امه. رانيا، الست دي وحشه على فكره. بص يا رمزي، انا ممكن اعلمك ازاي تدخل على النت، وياسمين هتعلمك وورد واكسل، وكل يوم جمعه يا سيدي نقعد احنا الثلاثه مع بعض ونلعب جيمز. قشطه يا نوجه. دولا تيجي تلعب معانا بقى كل مره. العب معاكم يا ريت. ايه دول بقى؟ ماشي. انا مش بتاع بقى بص، ابعد عني. شفت قلتها كم مره؟ 3. عرفت تعد؟ ماشي. اوف، الناس دي وحشه. نو
صحيح انتوا كنتوا بتقولوا لي احنا بنحبك كلنا باين. ايوه بنحبك زي ما بنحب القرد اللي في جنينه الحيوانات. طب ما تجيبي موزه. اوعى ايه موسى ده؟ لا طب ايه رايك يا ستي تبقوا تجيبوا الفصل بتاعكم وتيجوا تزوروني؟ اوعى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا عادل، انت لازم تنزل وتروح للترز تجيب منه الفستان الاسود بتاعي، بقاله جمعتين واخده، وبعدين 40 فردوس الله يرحمها بعد جمعة. حاضر يا ماما، بدل ما انزل واروح له انا ممكن بس اكلمه الاول في التليفون. ازيك يا راني؟ عادل عايزاك في موضوع. حاضر، نمرته موجوده هنا يا ماما الترزي؟ مين جمعة الترزي؟ موجوده هنا. شوفها عندك. سيب الاندكس اللي في ايدك ده وشوف المصيبه انا واقعه فيها. عادل ثانيه واحده بس، مصيبه ايه يا سناء؟ بنتك قطعت لي كل الصفحات اللي انا مديها للولاد فيها صفر. طب ودي حاجه مضايقاك يعني؟ طبعا حاجه تضايقني، طبعا تضايقني. امال همسك حجه على العيال واذلهم ازاي يا عادل؟ جمعه يظهر جمعه تاه في وسط الاسبوع باين. عادل عايزاك في موضوع. ثانيه واحده بس اما اشوف عم جمعه ده. عادل خلاص، انا جون بابا مش قادره انا خالص. النور الاصفراتي في الاوضه بتاعتي دي انا مش شايفه ان انا بيه حاجه خالص. انا عايزاك تجيب لي فلوريسون. كرواسون ايه اللي انت عايزاه بدل بص يا حماتي، المشكله مش في النور، المشكله في النظر، فممكن تعملي نضاره يعني عادي. مامي حبيبتي اهدي شويه كده بس، انا عايزاه في موضوع وبعدين هخليه يعمل لك كل اللي انت عايزاه. ابي عادل الداونلود بطيء جدا يا ساتر. زقيه ومش هيحصل حاجه، هيسرع تاني. يو يا ابي، ممكن لو سمحت تنزل للواد حماده هارد تفرمطه، لان انا شاكه ان الواد ده ساحب واصله لحد تاني. واصله لحد تاني؟ لا ده انا دافع له 25 جنيه في الشهر، انا مش هسيبه. يا عادل لو سمحت انا عايزاك في موضوع. الترزي يا عادل، الترزي. لا يا عادل الفلوريسون من فضلك. بنتك دي انا هقطعها لك حتت لو عملت العمله السودا دي مره تانية. بس حرام عليكم بقى، حرام عليكم. عادل ده بتاعي انا، محدش يقرب له خالص. هو ايه هو تحول من ملكيه خاصه لملكيه عامه. ده جوزي انا وانا عايزاه في موضوع. ابلعيه. ايه يا بنتي، هو في حد هيشك عنه؟ اشبعي بيه بالليه واشربي ميته. يا حبيبتي لو عمل خدمتات لاهلك ربنا هيبارك لك فيه. هيبارك لي فيه يعني ايه اللي هيحصل؟ هصحى الاقيه بقى 2 مثلا؟ يا جماعه give me a chance to talk with a man. بقول لك ايه يا بنتي، يلا نخش جوه. يلا يا بنتي نخش جوه. يلا عادل الحمد لله دخلوا جوه. ممكن من فضلك بقى احنا كمان نخش جوه عشان عايزاك في موضوع. يلا اعمل ايه انا مش عارف ارض البيت ده ازاي. الطلبات طول الوقت يا عادل اعمل لكم ايه؟ يا بيبي يا حبيب قلبي هدي نفسك، انت شكلك راجع من الشغل تعبان وبعدين انت بترجع في البيت، بيتك يا قلبي لازم ترتاح. الله ايه الدلع ده كله؟ انا مش متعود منك على كده. عايزه ايه يا رانيا؟ ايه يا حياة قلبي انت يا عمري يا قلبي، انت جوز يا حبيبي. اذا ما كنتش هدلعك هدلع مين في الدنيا؟ قولي يا بيبي. هي الست كده واجبها الانساني والزوجي انها تدلع جوزها وتشخلعه. ساعات تخلعه. عادل اوعى تقول حاجه زي كده تاني، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه يا عادل انت خفت ولا ايه؟ لا انا اقصد اقول يعني انا مش ممكن افكر في الموضوع ده خالص، ولا اصلا يخطر في بالي حتى بنسبه 1%. يا عادل انت مش عارف الموضوع ده ممكن يبقى بالنسبه لي ايه. بالنسبه لك يعني ان انا جوزك وما تقدريش تستغنى عني ويعني متمسكه بيا وكده ولا ايه؟ يا شيخ روح، انا معناها كده ان انا بضيع كل حقوقي كامرأة مطلقه. محكمه الاسره فتحت عينيكوا يا هانم. اثر ومن الاخر مس ارتواء. ايه مس ارتواء دي؟ شرقت ولا ايه؟ افهم يا اخي، مس ارتواء دي ميس بتاعت ياسمين في المدرسه، عامله حفله تنكريه ومن الاخر كده عايزه فلوس عشان اجيب لي ياسمين فستان أليس في بلاد العجائب. أليس؟ انا اجيب لبنتي فستان كانت لابساه واحده اسمها أليس، وبعدين أليس دي ممكن يكون عندها امراض جلديه، نعدي بنتنا. معقوله يعني يا رانيا؟ يا سلام، دي حاجة دي يا استاذ. قول انك بخيل وجلده ومش عايز تشتري فستان لبنتك يا بخيل. انا بخيل؟ انا خيري مغرقك انت وبنتك وامك واختك يا هانم. لا والله، وامك واختك بره الحسبة. يا حبيبي الله يرحم لما رضيت بيك كنت كحتة وفقيرة على الحديدة. حديدة؟ انا عمري ما كنت فقير على الحديدة، انا طول عمري راجل اعمال ناجح على الحديدة، لكن جوازي منك هو اللي عطلني يا هانم والتاريخ يشهد. وده كان امتى بقى ان شاء الله؟ ان كنت ناسية افكرك. هلا رمزي،
عملت ايه النهارده؟ بعت ولا ما بعتش في سنتك؟ لا يا دولا احنا بسم الله ما شاء الله يعني بعنا كتير قوي النهارده. بعت لك يا عم ميداليتين سكوب الدو و4 حرف ميم وميداليه كره ارضيه، وفي 5 اتسرقوا مني، وفي واحده واد جري وخطفها وجري. يا سلام، 5 تسرق؟ انت كل يوم حاجه تسرق وحاجه تضيع، وانا مش فاهم. هات الفلوس هات الفلوس. خد يا دولا بقى، خد يا معلم، عد وقبضني. اعد ايه؟ هم 2 جنيه وربع، اعد فيهم ايه؟ وبعدين انت المفروض تجيب لي 140 قرش، في كده اهو 15 قرش ناقصين ازاي غير اللي اتسرق وغير اللي ضاع؟ ليه يا دولا؟ مش انت يا حبيبي قلت لي الميداليه اللي هي حرف ميم دي بربع جنيه والسكوبت دي ب 15 ساغ؟ 15 ساغ؟ ستيوبد ايه بس؟ اسمها سكوبي دو. السكوبي دو الابيض واسود العاديه دي اساسا ب 15 ساغ، الثانيه بربع جنيه. اللي عايز بقى ميداليه الوان وينزه نفسه يدفع، واحنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ يا دولا بقى ربع جنيه من 15 قرش ما فرقتش بقى يعني، ما فرقتش ولا انت دافع حاجه من جيبك؟ ما انت مش داري بالدنيا ومش داري بالاسعار. يا نهار اسود، ده كل حاجه ولعت يا ابني. ده رغيف العيش دلوقتي بقى بتعريفه. ايوه يا ابني، تذكره الاتوبيس بقت بشيل، الحاجه الساعه بقت ب 15 قرش. امال انت فاكر ايه؟ الواحد مش عارف هيتجوز ازاي ولا هيكون نفسه ازاي. ده انا ثروتي كلها، كل ما املك حطيته في المشروع بتاع الكرتونه اللي سلمتها لك انت. دولا، طب واللي يكبر لك المشروع دون يا عم تديله ايه بقى؟ بص يا دولا، انا ليك عندي لقمه عيش ملبن 100. بص ما انا مش جاي بقى مصر هنا علشان العب، مش سايب انا مستقبلي في البلد بعد ما خدت دبلوم الزرايب واجي هنا بقى بص في الربع جنيه من 15 ساعه. لا ده انا بقى عينيا بقى على الورقه ام 5 جنيه. 5 جنيه؟ ايه الجشع اللي انت بتتكلم بيه؟ وهنجيب ازاي بال5 جنيه دي؟ انا هقول لك يا دولا، احنا باذن الله يعني ان شاء الله احنا بس نيتنا تبقى صافيه، والكرتونه دي يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهتبقى اكبر. تبقى اكبر؟ هي فكرة، بس بدل ما نجيب كرتونة أكبر ما احنا ممكن نجيب كرتونة تانية قدها ونفتح الاتنين على بعض. لا يا دولا بقى ما تفتحش عينين الناس بقى علينا يا دولا، علشان الضرايب. يا ابني الضرايب دلوقتي مفيش منها مشكلة، أنا أسمع بعدين. الضرايب دي مش هتسيب حد. بس أنت صح يالا. بص بقى يا دولا، احنا بقى بما إن يعني الحمد لله الكرتونة دي كده واسعة، احنا يا عم نجيب البضاعة دي كده ونقوم قاسمين الكرتونة دي كده، ونجيب بقى إيه يعني بربع جنيه حرنكش، على كتكوتين كده زغنطتين، على دودتين أز بالورق بتاع التوت بتاعهم. يجوا باكلهم يعني دود الأز. هي بص، ما دام كده فتحنا الكرتونه، ايه رايك نجيب شويه دوم؟ لا يا دولا، انا الدوم دون ما بحبوش. ما بتحبوه؟ هو انت هتاكله ياض؟ وانت بتاكل الميداليات وكل شويه تقول لي ده ضاع وده اتسرق؟ تاكل ميداليات ياض؟ في كره ارضيه وقفت هنا على فكره امبارح. اطلعها لك. ميداليه ب5 ساغ، ميداليه ب5 ساغ. انت كنت عارفه انت قلتيه قبل كده يا بنتي. ولا يا رمزي شعر مظبوط يالا؟ مظبوط، ده ولا وليد توفيق. يا ابو بدوي، عايزين 2 1 نعناع لو سمحت يا ابو بدوي. احكي لنا بقى استاذ حلمي بتاع الاحياء عمل معاكي ايه؟ يا بنتي ده غريب، ده يموت على روحه من الضحك. ده اصلا كل ما طول ما هو قاعد عمال يقول حاجات غريبه وبيعمل حاجات غريبه كده ويقعد يعمل كده ما اعرفش ايه. وعايزه اقول لك انه بيقعد يكتب لي شعر ركيك عمي كده غريب مطفشني، مخليني كل يوم انط من على سور المدرسه. يا هبله ما تمايني معاه يمكن تاخدي منه امتحان نص السنه. لا طبعا، انا اصلا ما بحبش النجاح الرخيص. انا اصلا يوم ما افكر اني انجح، لو نفسي يعني انجح بكرامتي، بالبرشام اللي بكتبه، بتعبي، بمجهودي. وبعدين هو اساسا ما فيهوش مواصفات فتى احلامي. ايه هي بقى المواصفات دي؟ فيرست اوف اول ان هو يبقى طموح. طبعا. سكند لازم يبقى مودرن. فسكوس يا ابني. تالت حاجه ودي اهم حاجه عايزه اقولك ان هو يبقى بريليانت. ايه ده؟ دي بتشتم. انت ايش فاهمك؟ برنس، عايزه برنس. ولازم يبقى وسيم طبعا. مالكش دعوه. بس عايزه اقولك ان انا ممكن استغنى عن ان هو يبقى وسيم، بس على اساس ان هو لازم يبقى جذاب طبعا. مغناطيس يا معلم. سوري يا مدام، يا انسه، يا استاذه. بص يالا البنات الثانوي دول. ايه يا عم بيت الاسرات اللي احنا داخلينه ده؟ بس دي حلوه قوي شبه صفاء السبع بالظبط. يلا يلا. انا رمزي شفت العيال القرانات دول يالا؟ دولا مش هم دولا اللي فرقعوا لنا الكوره واحنا بنلعب كلب مشترك؟ كلب المشترك. بس انا بقى المره دي مش هسكت لهم يالا. بقول لك يا جميل، انا معايا تذكرتين سينما لفيلم النمر الاسود من 12 ل3، يعني يا دوب هنخرج على ميعاد المدرسه بالظبط. ولو قايله لهم في البيت ان عندك مجموعه، يبقى يا دوب نطلع على كازينو الحمام نتغدى.
ايه ده يا كابتن؟ ده ازاي تتكلم مع بنات الناس بالشكل ده؟ انت ما عندكش اخوات بنات؟ لا انا وحيد. وحيد؟ طب افرض مثلا مامتك وباباك فكروا ان هم يخلفوا وجابوا بنت وبقت اختك، ترضى حد يعاكس اختك؟ انا بابا مات. انت هتقفلها ليه يا كابتن؟ طب افرض مثلا مامتك يعني بعد ما باباك مات الله يرحمه اتجوزت واحد تاني وخلفت بنت وبقت اختك برضه، ترضى حد يعاكسها؟ انت بتهزر وبتغلط بقى. وانا اعمل لك ايه يعني؟ وانا اللي موتت ابوك؟ ايوه وبعدين هو يغلط براحته بقى. وبعدين فين يا دي انت وهو الكرة الكفر بتاعتنا من ساعة ما دوستوا عليها بالعربية ومشيتوا حتى ما بصيتوش الكرة الكفر حصل لها ايه؟ بس يالا بص ما تهيفش القضية. هيعملوا ايه يعني؟ هياخدوا الكرة يودوها القصر العيني بس؟ والله باين لكم شكلكم عيال هبلة وعايزين تاخدوا على دماغكم. وبعدين انت مالك؟ نعاكسها ما نعاكسهاش، هي صاحبة الشأن اشتكت لك ولا ايه يا جميل؟ ميرسي. رانيا ايه اللي بتقوليه ده؟ شكلهم عيال صيع. طب مش ميرسي. وبعدين يا كابتن احترم نفسك يعني، لان دي تبقى بنت خالتي. وما دام بنت خالتك ما قعدتش جنبها ليه؟ عشان امي وخالتها متخانقين مع بعضيهم يعني. بقول لك ايه يا امور، ما يلا بينا بقى عشان نلحق السينما زمان احمد زكي خلص جري. الله لا لا لا، ولا انت مفيش حد مالي عينك ولا ايه يالا؟ ما تحترم نفسك امال. نزل ايدك لحسن اقطعها لك. ولو ما نزلتش ايدي هتعمل ايه؟ ياما طحنت ناس كتير جدا علشانك، ياما دمرت شباب وحطمت قلوبهم. طحنت ولا طحنت؟ طحنت طبعا. ده انا لدرجه ناس كتير جدا نصحوني وقالوا لي ما تفتريش بصحتك على الناس، يعني انا ما سمعتش كلامهم. وبعدين لعلمك بقى يا هانم، لعلمك انا خسرت جيل التمانينات كله بسبب الجيل التمانينات الذهبي. طب ما انت خدت زهرة شباب هذا الجيل، ولعلمك عشان تبقى فاهم بعد الحاحك الشديد عليا اضطريت اسفة بالعافية اعرف اخد لك ميعاد من مامي. الحاح انا؟ يا سلام، لا يا هانم، ان كنت ناسيه افكرك. ايه رأيك؟ قديمه قوي يا ميداليا، وميداليا خشب. الشغل ده كان بتاع زمان يعني. ده شغل مين ده؟ ده شغل بندق. بندق ده اساسا من زمان كان اي كلام. انا الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني يعني اخر كرم، وبقى عندي كاسيت دبل احمر بطبع منه بقى شرايط الاصدقاء والجيتس بقى وليله. بس بمناسبه ايه يعني الهديه دي؟ بمناسبة مرور 6 سنوات على مشينا مع بعض. رانيا اوعي تقولي الكلمه دي تاني. ماشينا مع بعض؟ انت مش ماشيه معايا يا ماما، انت ماشيه جوايا. عادل احنا لازم نوضع حد المشينا ده. لو تعبت من المشي ممكن تريحي. يا عادل لو سمحت احنا عايزين نفكر بعقلانية ونوضع حد لعلاقتنا. ايوه يعني اعمل ايه؟ بصي لو انت زهقتي مني وخلاص عايزه تنهي العلاقه براحتك، عايزه تكملي براحتك، انا ما عنديش مشاكل يعني. عادل انا جاي عريس. جالك عريس؟ اهم حاجه سالته عليه كويس، لان مش معقوله بعد ما تكوني ماشيه مع عادل سعيد تتجوزي اي حد اي كلام كده. اهو انا سمعتي في السوق برضو ممكن تتضر لعلمك يعني. عادل لو سمحت انا عايزاك تحدد موقفك وتقولي هتيجي امتى تقابل بابا وماما. بصي يا رانيا يا حبيبتي، انا مش هقدر اجي اقابل بابا وماما دلوقتي لان انا مشروع شاعر كبير. مستني طبعا اطرح الديوان الاولاني بتاعي، وحكايه الجواز دي ممكن تعطلني لعلمك. يا عادل يا حبيبي يا حبيب قلبي، انا استنفذت كل مبرراتي الوهميه في 26 ونص عريس اللي تقدمولي. اتقدم لك 26 عريس ونص؟ النص ده ايه؟ اتكلم وما جاش ولا ايه؟ لا ما انا كنت هبقى الزوجه التانيه، الواحد متجوز باين 3 وربع ولا ايه مش عارفه. المهم ان انا رفضت وتمسكت بيك، فلو سمحت لو ما جيتش في خلال يومين تقابل بابا وماما انت عارف انا هعمل ايه؟ تعملي ايه يعني؟ هطلب منك ترجعلي ال 300 جنيه اللي خدتهم مني عشان تشتري كاسه الدبل بتاعك الاحمر يا عادل. وطبعا استخدمتي كل الحيل الممكنه والغير ممكنه للوصول ليا يا هانم. انا استخدمت ذكائي كأنثى. ذكائك كأنثى ولا هبلي كراجل؟ ايه ده انت فاكر نفسك مين اصلا؟ ده انت تحمد ربنا انك متجوز واحده زيي. ده انا لولا اقنعت مامي بالعافيه كان زمانك دلوقتي متجوز اي واحده. ايوه انا لا يا هانم، لا يا هانم، ده انت اساسا اول ما قلت لامك ان اللي جاي ده اسمه عادل سعيد، مجرد ما ذكرتي اسم عادل سعيد امك احولت من الفرحه خالص. يا ابني انت مش فاهم، ده الكلام اللي انا قلته لك وقتها عشان ما اجرحش مشاعرك كمواطن مصري وشاب طموح. وان كنت مش عارف اعرفك. بطلي دوشه يا نجلاء، عايزه اكلم اختك.
المواصفات بتاعت العريس اللي انت جايباه ده عريس جربوع ومش من مستوى العيله بتاعتك، وانت مش ممكن تعيشي بالمستوى اقل من كده زي كل بنات العيله. ما تتكلم وتقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان انت مقري فتحه بتاعتك مع شريك باباكي رستم بيه، اكبر واحد بتاع نودلز في مصر. مامي you know very well ان انا ما بحبش النودلز. ازاي هيحصل فيه بيني وبينه توافق؟ انا مش ممكن اتجوز ابن صاحب المصنع ده. بقول لك ايه، انت مش هتتجوزي الراجل الجربوع اللي انت جايباهولي ده اللي عنده كاسات دبل. انت فاهمه؟ يو اندرستاند ذس؟ يا مامي يا حبيبتي ده هو اساسا مستقبله واعد، ده ممكن كمان هيعمل ويكبر المشروع ويبيع ولاعات. ولاعات؟ I said no. اوكي يا مامي، لعلمك بقى انا لو ما اتجوزتش عادل هموت نفسي رميا بالرصاص في ميدان عامها. ما تقولي حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. يا حبيبتي من فضلك انت لازم تمسكي نفسك ارجوكي. كل الناس مرت بالحب الاول ده ما عدا انا اللي دبست مع ابوكي طول السنين دي. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، لو انت اتجوزتي شحاته هتفضلي طول عمرك شحاته. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ وبعدين عايزه اقول لك حاجه، من هنا ورايح مفيش اي خروج غير باذن. افهم من كده ان انا في حظر تجول على مشاعري واني محطوطه تحت الميكروسكوب. اوكي بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تتحكموا في جسدي لكن روحي نيفر. ما تقولي حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. يا ماما مش معنى ان انا مشيت معاها لمده 6 سنين ان هي اخلاقها وحشه يعني يا ماما. يا نهار ابيض، ماشي معاها 6 سنين وعايز تبقى اخلاقها كويسه؟ اما لو اخلاقها وحشه هتبقى ايه؟ ماشي معاها 60 سنه؟ انت مالك انت يا سناء؟ انت مالك؟ انا بتكلم مع ماما. وبعدين يا ماما لعلمك دي طيبه جدا، انا بحبها عشان طيبه قلبها. عارفه دي عبيطه قوي يا ماما. ده انت اللي عبيط قوي وخايب قوي. ده كون الستات انت ما تفهمش فيه. يا خايب يا خايب يا خايب. مالكيش دعوه. وبعدين بصوا بقى يا جماعه، انا خلاص قررت ان انا اروح اخطبها يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. لو انتم مقتنعين اهلا وسهلا تعالوا معايا، لو مش مقتنعين انا هروح لوحدي بقى يا ماما. كده برضو يا عادل عايز تتجوز جوازه انا مش راضيه عنها؟ يا ماما مش راضيه ليه؟ طب شوفيها الاول. طب يا ماما والله انا محتار. ايه ده؟ الريحه المكمكمه دي؟ ماما ريحه بخور هندي يا ماما. بخور ايه ده؟ زفت، ريحه زفت. بعدين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. امال فين العروسه؟ عروسه؟ عروسه ليه؟ مش لما اعرف الاول المستوى بتاعكم وانتوا مين وجايين منين واذا كان المستوى بتاعكم زي المستوى الرفيع بتاعنا ولا لا. انا مش شايفه اي مستوى. ايه الالوان دي وايه الفرش ده وايه الكليم اللي في الارض ده؟ ايه ده؟ ما تقوليش الكلام ده خالص من فضلك علشان انت ما تعرفيش. انا المستوى بتاعي في العفشات بتاعتي مستوى رفيع جدا زي ما تقولي السهل الممتع. ها ولا ايه يا عبد الستار؟ والله انا محتار. واضح ان الاستاذ عبد الستار على طول محتار. انا بقى لازم تفهم ان بنتي لازم تعيش في مستوى رفيع جدا كده زي ما هي عايشه هنا مع ماما وبابا. يعني مثلا لازم تروح النادي كل يوم علشان تاخد بنسولاي عشان التان بتاعها، الباديكيور والمانيكيور لازم يجولها هنا في البيت، ما تروحش هناك خالص. لازم يكون في شوفور، لازم يكون في سنترال هيتنج، لازم يعني كل الكماليات دي. بصي حضرتك بالنسبه للكوافير والمانيكير وكده دي كلها حاجات مقدور عليها يعني. ده في بقى لسه الاساسيات، يعني زي ما انت شايف ان انا قاعدين هنا في بيت 250 متر، في 2 سال دو بان، في كل الكماليات اللي انت ممكن تتخيلها، وبنتي مش هتعيش اقل من هذا المستوى. ايوه بس حضرتك يعني واضح ان البيت عاجبك لانه بيتك طبعا، بس انا مش هقدر اعيش معاك. انا بفكر استقل انا ورانيا لوحدينا في بيت يعني لوحدينا يعني. كيا ديسا، ومين قالك ان احنا بنعزمك؟ حبيبي انت لازم تعرف ان انا عندي الخصوصيات بتاعتي انا. طبعا ايه طلباتكم بقى؟ طلباتي ان بنتي لازم تعيش في شقه 300 متر، لازم يكون في 3 سال دو بان، لازم يكون في كيتشن كبير، يكون في سفرجي، يكون في طباخ، يكون في كاماريرا، يكون في ناس بتاعه المساج، الباديكوريست والمانيكوريست فندها هنا في البيت. ده غير الستاير والبيبلوهات وكل التمثيلات اللي موجوده هنا تكون من انتيك. ارجوك حيلك على ايه ده كله؟ قالت لك 3 سال دومان. ما كناش غلطنا وجايين نخطب الكونتيسة عزيزة. ايه يا سناء، يا سناء، انا رانيا عندي احسن من 100 كونتيسة.
طب كوعه يا اخويا كوعه 3 صلدوبان. حضرتك انا ما فيش مشاكل ان شاء الله، هستلف يعني قصدي هتصرف يعني ان شاء الله، حتى ابيع كاسه الدبل الاحمر بتاعي. هديت الواد اتبطيتي. ايه دي نوم بطه دي؟ بقول لك ايه، انا كل ده انا لسه مش وافقانه. انت لازم نشوف اذا كنت هتقدر تجيب الحاجات دي ولا لا. طب يا اختي ما نشوف العروسه الاول، نشوف اذا كانت تستاهل ولا لا. لا جو مكسكيوز معلش، اصل انا بنتي لسه جايه من ماتش تنس دلوقتي وتري فاتيجي، فطلعت تعمل ان سياستا. ايه رايك انت يا استاذ عبد الستار؟ والله انا محتار. ونسوار ازيك؟ دوسمون شيري دوسمون، فيان فيان. دي واقعة خالص يا ماما، دي واقعة من 7 دور. عادل شكله لبس في الحيط. انا شخصيا ما اقدرش اعاشرها يومين على بعض. وانتي ايه اللي زنقك عليها يا ماما؟ ايه اللي خليكي تعشي واحدة عرة زي دي؟ انتي عندك بيتك. الحمد لله، ابوكي مستتني. واضح يعني الحمد لله ان في تفاهم بين العيلتين، فيعني اقول مبروك مبدئيا ليا ومبروك ليكي طبعا يا رانيا ومبروك لينا جميعا، وحد بقى يسمعنا زغروطه يا اخوانا، وعقبالك كده هو يا نجلاء. فرحت كأي فتاة ساذجة مراهقة تافهة هتلبس الفستان الأبيض. يا سلام، ما انا كمان فرحت زي اي شاب ساذج هيلبس البدله السوداء. يا ابني انت اصلا كان لازم مش تفرح، ده انت تطير من الفرحه. يا ابني اصلا انا عروسه لقطه. طب ما انا برضو لقطه، انا القط منك لعلمك بقى. بقولك يا عادل من الاخر يا حبيبي، انا جوزتك علشان انت صعبت عليا. صعبت عليكي؟ ماشي لعلمك انا الاول صعبت عليكي، لكن بعد ما اتجوزتك بقيت بصعب على مصر كلها. عادل خلصني يا عادل، من الاخر هتجيب الفستان بتاع عرس بلاد العجائب لبنتك ياسمين ولا لا؟ بص يا رانيا، انا لو جبت الفستان بتاع ياسمين مش هيبقى معايا فلوس اجيب لك فستان سهره شفته يجنن. عادل يا حبيبي يا قلبي يا تيتي، يا ناس والله عليكي، يا ناس اسم الله عليك، هتجيبي لي فستان سهره يا حلوه يا قمره. لا مش هينفع بقى، اهم حاجه اجيب الفستان بتاع ياسمين. فستان ياسمين انهي؟ اللي هو بتاع الحفله التنكريه. يا عم تولع الحفله التنكريه مش مهم يا عادل. البنت ايه المهم؟ انت منين هتجيب الفلوس اللي هتشتري لي بيها فستان السهره؟ انا بفكر صراحه يعني ابيع الكاسه الاحمر الدبل، فاكراه ولا فكرك؟ وبعد ايه يا عم في ايه؟ عمال بتحدف عليا ورق ليه؟ في ايه؟ لا مؤاخذه يا استاذ، ما خدتش بالي. ما خدتش بالك ايه؟ اول مره ما خدتش بالك، تاني مره كمان ما خدتش بالك يعني. يا سيدي انا اسف. هعمل ايه باسف بتاعت حضرتك؟ اتفضل. بص حضرتك مزبل الدنيا ازاي، وبعدين مكان زي كده محترم ما ينفعش نرمي على الارض كده يعني. يا سيدي حقك عليا. اعمل ايه بحقك عليا؟ طب اعمل لك ايه؟ بهوات حصل خير يا بهوات. ايه ده؟ مش ممكن الاستاذ عادل مراكبي شخصيا؟ مراكبي وكمان مراكب، اكيد حضرتك بقى راكن المركب بتاعك صف تاني. مش مراكبي، مش بيشتغل مراكبي، ده اسمه كده. ده الاستاذ عادل مراكبي اشهر شاعر في البلد، بيكتب اغاني. عايز حاجه يا استاذ؟ شكرا مع السلامه. اغاني وشاعر حضرتك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يتزبل المكان مش اشكال. تسمح لي اقعد؟ اتفضل. حضرتك انا شاعر برضو، انا الاستاذ عادل سعيد الشاعر. حضرتك يعني شاعر جامد جدا وبقعد هنا على طول يعني. شاعر بايه؟ انا ما سمعتش عنك قبل كده. لا حضرتك انا اصلي يعني عارف زي ما تقول كده، انا متواضع يعني، ما بحبش الشهرة والدوشة، وانت عارف طبعا الناس المشهورين اللي زينا تلاقي على طول الفضائيات هجمة عليهم هم والصحفيين وكده، انت عارف طبعا. هتقول لي
ما هو ده اللي بوظ لي اعصابي وخلاني اقفش مع شركه الانتاج. تقفش؟ الله على الجمله، الله على الجمله. حضرتك ليه حارمنا من الكلمات الجميله اللي زي تقفش دي؟ انا بس لو الاقي حل مع شركات الانتاج، مشكلتي ان انا قلت لهم ان انا مش هتعامل معاهم بعد كده. حضرتك طب محلوله يعني لو المشكله مع شركات الانتاج، ايه رايك تشوف اي حد تاني يتعامل معاهم غيرك؟ والله فكره ازاي ما خطرتش على بالي، بس فين الاقي الشخص اللي ممكن اتمنه على اسراري وممكن يوافق على الظهور بدالي؟ حضرتك يعني انا واضح ان عندك مشكله، انا ممكن اساعدك. تعرف حد يقوم بالمهمه دي؟ حضرتك انا اقوم بيها. هايل. شخص ذكي وعنده خلفيه شعريه تسمح له انه يتكلم مع اي حد في تفاصيل الشغل. يبقى نتفق دلوقتي. حضرتك انا مش هقدر اتفق الا في وجود المحامي بتاعي. يا ابني ركز بقى، ركز بقى، الشاعر زمانه جاي وانت ما حفظتش الكلمتين. ركز ركز يا دوله ما صعب قوي عليا يا دوله، وبعدين يعني ايه اركز اصلا؟ هما كلمتين سهلين. انت دلوقتي عاملينك محامي ماشي؟ هو اول ما يقول العرض بتاعه انت هتقول ايه؟ ما ينفعش طبعا دي سرقه. ماشي كمحامي يعني. امال يعني ايه؟ ماشي ما ينفعش طبعا دي سرقه. لا كده كحرامي مش كمحامي. لا محامي لازم تقول بثقه ما ينفعش طبعا دي سرقه. ما ينفعش طبعا دي سرقه. ايوه. ايه بقى السرقه بقى؟ بص لخامس مرة بقول لك، هو الراجل هيجي يعمل عرض، هيعرض العرض بتاعه وهيقول مثلا هديك كذا فبتاع، فانت اول ما يقول العرض بتاعه تقول ما ينفعش طبعا دي سرقة. سهلة؟ ما ينفعش طبعا دي سرقة. سهلة قوي، ده المحامي ده سهل قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذ مراكبي. اتفضل اتفضل حضرتك. اقدم لك المحامي بتاعي. فين المحامي ده دول؟ انت لا اصل هو دايما عارف حضرتك يعني برغم انه محامي بس بيحب الهزار يعني. انا فعلا بحب الهزار كمحامي يعني. اهو شوف. مش عايزين نضيع وقت، خلونا في موضوعنا. ما ينفعش طبعا دي سرقة. ايه اللي سرقة؟ حضرتك زي ما بقول لك يعني هو بيحب الهزار. يمكن اما يقول العرض بتاعه. انا عرضك ما اخبيش عليك يا استاذ عادل، انا باخد من شركة الانتاج بتاعتي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه في السنة حضرتك؟ لا في القصيدة الواحدة، وهيكون نصيبك يا استاذ عادل 5% منهم. 5% يعني كام دي يا دولة؟ 5% يعني 10% يعني 2000 جنيه، 5% يعني 1000 جنيه. 1000 جنيه موافقين طبعا موافقين. معلش حضرتك لا مش موافقين ولا حاجة يعني. امال عايز كام يا استاذ عادل؟ حضرتك يعني ما تنساش ان انا صاحب الفكرة يعني. عايز كام يعني؟ يعني مش اقل من 50%. لا يا دولة لا، ده كتير قوي يا دولة ده. بيتك انت معايا ولا معايا؟ يلا معاك يا دولة طبعا. انا هدفع لك 10% يا استاذ عادل. 40 15 35 25 موافق. لا دي سرقة. هذه القصيدة يا استاذ عادل. انا وصيت واحد حدد لك ميعاد مع المنتج بعد بكرة، يناسبك ولا لا؟ بعد بكرة؟ لا لازم اراجع مواعيدي. موافق. وذلك الليل الذي يطل برأسه مشرئبا. مشرئبا؟ يعني ايه مشرئبا؟ مش عارف يا ماما، تلاقيها غلطة مطبعية مثلا. عادل على فكرة الكلمة دي في حاجة ماسة للتغيير. لا 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 انا مش معاكي خالص يا رانيا، وبعدين عادل من فضلك ما تحاولش انك تغير في الكلمات. يا حمادي بس يعني لو التغيير في حاجة بسيطة زي الكلمة دي يعني ده مش هيضر متهيألي يعني. طب هنحط بدلها ايه يا عادل دي؟ يعني نحط أي كلمة تانية على الوزن بتاعها. طب هي تيجي كام كيلو؟ كام كيلو؟ يا ماما هعلم فيك الامتى. الشعر مش بالكيلو، الشعر بالمتر. عادل لقيتها مكفهرا نفس وزن مشرئبا. مش عارف. لا 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 صعب قوي يا رانيا. مكفهرا دي قصيدة حب، هيقول مكفهرا في قصيدة حب؟ لا 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 لا. بابا هي مش مشرئبا دي يعني نازل يشرب؟ اهو كده ليها معنى. تصدقي بجد بقى عندك حق. نازل يشرب؟ والله مش بعيد. استني كده. وذاك الليل الذي يطل برأسه نازل يشرب. الله 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 الله، برافو عليكي يا ياسمين، يسلم فمك. طب تفتكر الشاعر بتاعك ده هيوافق على التغيير؟ طبعا هيوافق يا ماما، اللي بعمله ده بعمله لمصلحته اصلا. واحنا اصلا كعينة صغيرة من المستمعين تقبلنا التغيير وبصدر رحب. انا بقى اعتقد يا عادل ان الشاعر ده مش هيتعامل معاك خالص. لا معلش يا حماتي بقى ما يقدرش. اصل عادل ابني ماسكه من ايده اللي بتوجعه.
لا يا ماما انا مش شرير للدرجه دي يعني، لكن لو ما سمعش كلامي همسكه من ايده اللي بتوجعه. ايوه يا بيبي بس برضو الراجل ليه اسمه. لو كان خايف على اسمه ما كانش يعني يتخانق مع شركه الانتاج اللي بتنتج له. انت معاك حق يا عادل. عادل ابني دماغه توزن بلد. ما انا مش فاهمه يا بابا، يعني حضرتك هتعمل ايه؟ يا عيني انت صغيره مش فاهم. تعالي يا ياسمين تعالي، انت طبعا الكلام ده اكبر من مستواكي، انا هحاول ابسطهولي. بصي يا حبيبتي، انا بالنسبه للشعر ده هخرجه من القوقعه اللي هو متقوقع بداخلها. ها فهمتوا؟ نمتوا. اللي بتقوله ده كلام فارغ يا ريس مراكبي، انا بلفت نظرك لاخطائك الشنيعه. انت تعرف ايه عن الشعر اصلا؟ اعرف ايه يا نهار اسود، انا اعرف ايه عن الشعر يا استاذ؟ عارف حضرتك لولا بس ان انا اتشغلت باكل العيش كان زمان دلوقتي كتفي موازي لكتفك، ويمكن كمان اطول من كتفك، لان انا طولي 182 سم ونص. ماشي يا عم الفنان، وانا بقول لك متشكر قوي، مش عايز حد يغير في شعري، هي عافيه. الشعر ايه اللي انت متمسك بيه؟ انا مش فاهم، يعني انت ساب اللغه العربيه كلها وماسك في مشرقبا دي؟ انا حر يا اخي، انت هتعلمني فوق لنفسك. لا بقى انت اللي تفوق لنفسك، لا اما الكلمه دي تتغير لا اما هقعد مع المنتج بتاعك احكي له على كل حاجه. اعتبر ده تهديد؟ ايوه اعتبره تهديد. انا بهددك، انا بلطجي يا سيدي، انا بلطجي. هدد في اللي يخصك، انت مجرد وسيط، سمسار بيني وبين الناس اللي انا مختلف معاهم. سمسار؟ انا سمسار؟ انا الحق عليا ان انا كنت عايز ارتقي بمستواك الادبي. اللي بتعمله ده ملوش علاقه بالادب. قصدك ايه؟ قصدك ان انا قليل الادب؟ حلوه قوي كده العلاقه اللي بيني وبينك يا استاذ انتهت، وابقى شوف حد غيري يشتغل لك سمسار. استنى يا استاذ عادل، هدي نفسك عشان نعرف نتكلم. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل انا ببيتك. يا بابا خلاص بقى. خلاص بقى يا عادل، المسامح كريم. اصفح عنه يا بيبي. يا جماعه انتوا مش عارفين هو عمل فيا ايه اصلكوا يعني؟ ده ايه؟ بهدلني. معلش بقى يا عادل، مهما كان عمل من عملات لازم تسامحه عشان هو في بيتك. ماشي خلاص، مسامح كريم. طب ومش راقبا يا بابا؟ بصوا يا جماعه، انا دايما بشبه القصيده اللي بكتبها بالطفل اللي بيتولد. على كده حضرتك بتكتب القصيده في مستشفى بقى؟ بكتبها في اي مكان، المهم تتولد. وبعد الظروف الاخرانيه دي الولاده ما بقتش طبيعيه. انت معاك حق، دلوقتي السيزيريان انتشر في كل حته، عشان كده طلبت خدمات الاستاذ عادل. ده حضرتك يعني على اعتبار ان انا دكتور نسا يعني؟ اخطر، دورك اخطر، لانك بتشهد اللحظه التاريخيه لميلاد الطفل اللي بيطلع فيها للنور. طب افرض النور قطع حضرتك؟ برضه بيطلع للنور. قلت ايه؟ طب والتعديلات اللي انا عايز اعدلها؟ تعمل اللي تعمله. روحي افتحي الباب يا ياسمين. دول حبيبي. ياسمين يا حبيبتي خدي، جبت لك لبانه خدي. يا جماعه النهارده السوق زحمه موت، فجيت بقى اشتري زيت لقيته غالي، جيت اشتري رز لقيته غالي، والمكرونه غاليه، فقلت بقى اجيب لكم بطاطس وبصل، وما رضيتش اخليه يوزن لي طماطم خالص. ليه بقى يا رمزي يا فالح؟ اصل انا سمعت انهم بيقول عليها مجنونه. مش ده المحامي يا استاذ عادل؟ محامي؟ محامي ايه؟ المحامي اللي حضر اتفاقنا، المدام بتقول له يا رمزي يا فالح. ده ما ده اساسا يعني هو ساب المحاماه بعد البنزين والسولار ما غليوا، عشان كل حاجه غليت طبعا حضرتك، وشغال دلوقتي ديليفري، حاجه تزود دخله يعني. انا اتنكرت عشان اقعد جنبكم واسمعك هتقول ايه للمنتج. معقوله يعني يا استاذ مراكبي لغايه دلوقتي مش واثق فيا وفي كلامي يعني؟ الاحتياط واجب، استعد اهو جاي اهو. طب استخبى. اهلا وسهلا. اهلا بيك الاستاذ عادل سعيد. ايوه يا فندم، استاذ سعداني اتفضل. اهلا بيك يا حبيبي، كل اللي كلموني عنك شكروا لي في شعرك وفنك. ربنا يخليك، والله دي يعني عارف حضرتك شويه اجتهادات كده اهو، لاني انا موهوب وهم قعدوا يزنوا عليا عشان انشر الحاجات بتاعتي يعني افهم من كده انك مش محترف؟ لا حاسب. ايه ده؟ ايه مش محترف؟ لا طبعا محترف، ومحترف جامد جدا. بص حضرتك اتفضل، انا هوريك بس حاجه كده يعني بالصدفه معايا، يعني مش قاصد ان انا اجيبها لك ولا حاجه. اتفضل. يطل برأسه نازل يشرب، يهم بجسده طالع يطرب. يا سلام، وبتكتب شعر فصحى كمان. ده ايه الجمال ده؟ زمن الجميل هو دوت، مفيش حد بيكتب بالطريقة الجميلة دي دلوقتي. وحضرتك حتى لو لقيت حد بيكتب بالطريقة دي هتلاقيهم كلهم تلامذتي يعني. ايوه، بس انا ملاحظ ان اسلوبك
قريب من اسلوب واحد انا عارفه. ايه؟ لا ده اكيد يعني تشابه قصايد، يخلق من القصايد 40. ما علينا. هتاخد كام بقى في القصيده دي؟ لا شوف حضرتك بقى هتدفع لي كام؟ والله عشان انا هغامر معاك لانك لسه مبتدئ، انا هديك في القصيده دي 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لا حضرتك انا ما عنديش قصايد للبيع واتكل على الله. الله لا بس اهدى يا استاذ، اهدى هات القصيده، اصله بصراحه فيها ثغره كبيره قوي. بص شايف حضرتك بتقول يطل براسه نازل يشربه، نازل يشربه. عارف حضرتك دي كانت الاول كنت كاتبها يعني مش راقبا، بس قلت يعني عشان امشي مع العصر خليها تبقى سهله على الناس، نازل يشرب عادي يعني. شوف لو اني انا ما افهمش في الشعر كويس، لكن ملاحظ ان يشرب افضل من نازل يشربه. المهم انت ادرى بالحكايه دي. فعلا على رأي حضرتك ادي العيش لخبازه يعني. ولو ياكل نصه، وانا يا سيدي مش هاكل عليك حاجه، وهديك في القصيده دي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ده حاجة كويسة، بس ده مبدئيا، بعد كده بقى القصايد يعني تغلى بقى كل مرة يعني. ادي يا سيدي شيك ب20,000 جنيه. أهم حاجة يكون ليه رصيد حضرتك. اهلا، ازيك يا مراكبي؟ استاذ مراكبي، مراكبي حاف كده؟ يا عم مش وقت القاب دلوقتي، اسمعني وركز. هو انت طلباتك ما بتخلصش يا اخي؟ المهم يعني المنتج بتاعك يا استاذ، المنتج بتاعك بيقول لي في واحد ملحن ولا مطرب عايز تعديلات على اللي انت كاتبه. وايه المشكله يعني؟ المشكلة حضرتك ان التعديلات دي لو انا بعملها على كلام واشعار انا كاتبها مفيش مشكلة، لكن الكلام الملعبك اللي انت كاتبه ده هعدله ازاي؟ ملعبك؟ وايه هي بقى التعديلات دي؟ انا عارف، بيقول هيجيب معاه الملحن عندي في البيت عشان يشوف التعديلات اللي هو عايزها وعدلها له، يعني كلام ملعبك. مفيش حل غير ان اكون حاضر معاكم. ايوه طبعا لازم تبقى حاضر، انت الوحيد اللي تعرف تعدل. وده طبعا مستحيل لان مش المفروض اظهر في الصوره. يعني المفروض تيجي ومفروض ما تجيش. طب اعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ بس انا هتصرف. الاول احب اعرفكم ببعض، الاستاذ عادل سعيد الشاعر الكبير، الاستاذ اسلام خليل اول عازف اورج في البلد كلها. اما سمع وقرا الكلام بتاعك الحلو ده حب يتعرف عليك بنفسه. اهلا وسهلا. اهلا بيك، وقلت فرصه بالمره عايزين نغير كام كلمه كده في القصيده، عايزين يتظبطوا يا ريت يعني. لا عناية ليك. ايه ده ما عرفتناش بالاستاذ؟ الاستاذ رمزي المحامي واللبيس بتاعي. ايه لبيس؟ انا عارف ان شغلانه الشعر بتاعتكم دي ما فيهاش لبيس. لا ده كان زمان يا استاذ، دلوقتي الشعراء بيحتاجوا حاجات كتير ما كانتش موجوده. جميل جميل، خلاص نخلينا بقى في القصيده. بالنسبه للبيت اللي بيقول رأيت الشوق طريقي، تقيله شويه في اللحن. رأيت الشوق طريقي نخليها رأيت الحلم حقيقي. سمعتني يا رمزي؟ سامعك نخليها رأيت السلم الموسيقي. حلو السلم الموسيقي، جميل. ايوه السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي. شوف سهله ايه؟ والله حاجه جميله يا استاذ. طب في ليك ملحوظات تانية؟ هو في 4 بيوت تعبني، احنا نمسكهم بيت. ماشي. في هنا بيت بيقول تقف امام الريح تحارب الطواحين، يعني قلقني ده. تحارب الطواحين. نخليها تكسر القوانين. ان شاء الله نخليها تغسل المواعين. ايه تغسل المواعين دي؟ ده حتى مكلفه، صابون غسيل وليف وشغلانه. لا تغسل مواعين ايه؟ مش معقوله يكون في شعر في تغسل امري. قالت قبل كده واتقالت. تعال انت اقعد هنا. افهم بقى غيرتوا اماكنكم ليه؟ الوحي بيجي من المكان ده، ما بيجيش هنا قوي يعني حضرتك. نفكر. حضرتك بتقول اللي هي تكسر الطواحين. انا قلت نخليها تكسر القوانين. تكسر القوانين. نخليها حضرتك نفخ البلالين. نفخ البلالين. حلو نفخ البلالين. حلو. يتعب المصارين
ويضيع الرفيع ويخسس التخين. نفخ البلالين يتعمل مصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله! نفخ البلالين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله يا استاذ اسلام. البلالين. ازيك يا مراكب، عامل ايه؟ بقول لك ايه، احنا الاتفاق اللي بينا لازم يتغير، لان انا كنت فاكر الحكايه سلم واستلم، يعني طلع بقى ان انا لازم اقابل مطربين ولازم اغير الكلمه دي واحط الكلمه دي، يعني مش معقوله، مش الدرجه دي. انت ايه ما بتردش عليا ليه؟ عايزني ارد اقول ايه؟ قول لي يعني هعمل ايه؟ احنا الاتفاق بجد بقى صعب دلوقتي، انا تعبت جدا، تعبت يعني. ماشي يا عم، ربنا معاك. بص، هو وضع طبيعي بالنسبه للناس اللي زيي يعني. الناس اللي زيك؟ ايوه، ايه للناس اللي زيي وبتقولها بسخريه كده؟ طبعا الناس اللي زيي كشاعر يعني وضع طبيعي ان انا اقابل ملحنين واقابل مطربين واقعد اظبط كلمات وكده، بس مش الدرجه دي. تعبت. عايز تفهمني انك شاعر وبتعرف تألف وتصلح كمان؟ انت ما سمعتش على اسمي ولا ايه؟ انا اسمي مالي السوق، مغرق السوق. يا راجل ده احنا دافرينه سوا. يا مراكبي، لهجتك مالها النهارده متغيره كده؟ لا مفيش، انا بس كنت بفكر اغير الاتفاق اللي بينا. تغير الاتفاق؟ طب بص يعني انا النهارده بجد كنت ناوي يعني ان انا ازود العموله بتاعتي، بدل ما هتبقى 25 هتبقى زياده. انا هخليها زي ما هي يا سيدي. ما بتردش ليه؟ طيب بص هخلي بدل 25% اخليها 20%، ايه رايك؟ ما بتردش برضه. طيب يعني انا مش عارف اعمل لك ايه. ال 20% دي يعني اكتر حاجه اقدر انزل بيها، انت عايزني انزل عن كده ولا ايه؟ بص حضرتك، مراعاة لظروفك يعني يا سيدي، ولو انت متضايق من ان انا كل شويه كنت بغير في الكلام بتاعك واقعد اشيل حاجات زي مشرقبا واغيرها، عشان ايه؟ هي بس عشان هي حاجات ركيكه ملهاش اي معنى، يعني بحاول اصلح لك قصايدك، لكن ما دام مش عايز هسيب لك قصايدك زي ما هي يا سيدي. بقول لك ايه، انت تنسى موضوع التعامل معايا خالص. طب حضرتك مراعاة لظروفك يعني انا العمولة بتاعتي اللي هاخدها 10%، ايه رأيك؟ ولا ايه؟ طب بص، فاكر لما قلت لي في البازار لما جيت لي يعني لغاية عندي وقلت لي ايه رأيك في 5% وانا كنت رافض؟ بص المفاجأة اللي جاية، هاخد 5%. انت ايه ما بتردش ليه؟ ده كفاية قوي يا استاذ مراكبي ان حضرتك يعني بحط اسمي على الكلام بتاعك الركيك ده. قصدك كلامي اللي عمل لك اسم في السوق، وبعدين لو الموضوع مضايقك قوي كده بلاش منه خالص. لا بلاش منه ايه يا راجل؟ انت دايما تحب الهزار كده يا استاذ مراكبي، يا شاعر يا فنان يا كبير. هات الاغنيه عشان اصلح اخطائها الاملائيه. هات. مفيش اغنيه. ايه انت اعتزلت ولا ايه؟ لا شفت واحد غيرك، التعامل معاه مريح وبياخد 100 جنيه بس على الحته. ده مين الاهبل اللي وافق على اتفاق زي ده؟ اسمع بقى دي كمان يا استاذ. قول يا سيدي سمعني. حبك يا حبيبي بوظ لي معدتي ونغص عليا دنيتي وخلاني امشي وانا بقول يا دهوتي يا دهوتي. ايه رأي حضرتك؟ مش بطال كبدايه يعني هنفع يا استاذ؟ يجي منك. ايه ده ايه اللي ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ دول حبيبي الاستاذ كتر الف خيره وقال له انه هيكتشفني. يكتشفك؟ الاستاذ اللي بيوعد وما يوفيش، مش كده؟ لا يا دولا ده طيب قوي، اداني امبارح 100 جنيه وخلاني اكتب اسمي على الكلام بتاعه. 100 جنيه وخلاك تكتب اسمك؟ يعني هو ده الوسيط رمزي اللي ما يعرفش الالف من كوز الذره؟ لو سمحت يا استاذ عادل، انا الاستاذ رمزي وبعدين انا شاعر كبير. استاذ رمزي وشاعر؟ شاعر ب 100 جنيه ياض؟ لا بمجهودي. مجهود؟ ماشي، انا حسابي معاك بعدين لما اخلص حسابي وحسابي الادبي مع الاستاذ مراكبي. السلام عليكم. استاذ مراكبي، انا سالت عليك في القهوه اللي هنا، قالوا لي انك بتقعد في البازار اللي هنا. الله، ايه ده؟ الاستاذ عادل ده الشعراء كلهم هنا. ايوه احنا كلنا هنا. استاذ مراكبي، انا جاي اعتذر لك واقول لك يا ريت ترجع تشتغل معانا، اصل بصراحه وحشنا الشغل معاك. هتوافقوا على شروطي؟ كل اللي انت هتقول عليه هيتنفذ. حس كده، يلا بينا. في هنا. يلا. طب ومستقبلي؟
يا خساره يا خساره يا دوله، ده انا كان بيني وبين المجد خطوه واحده. عايز توصل للمجد يا رمزي؟ يا دوله. يا سلام حبيبي يا رمزي، ده انت ابن عمي ياض، انا اللي هوصلك للمجد. ايه ده يا دوله؟ ازاي يا دوله؟ تعالى لي.